تجميعة ال 2K الترا سيتنج تمت ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله بهذا الفيديو الجديد. اليوم عندنا تجميعة 2K الترا سيتنج او الترا جرافيكس بنص السعر. طبعا جمعت هذه القطعة محليا واغلبها من علي اكسبرس، ويعني تجميعة جدا ممتازة بسعر رخيص جدا. هذه التجميعة متناسقة جدا على الالترا 2K من المعالج والكرت والشاشة والقطع، جميعها استثمار حقيقي بسعر على جودة على إنتاجية أفضل بكثير مع السعر طبعا الأساس. فهذه تجميعة متوازنة جدا وما فيها عنق زجاجة أو أي شيء. طبعا راح أكسر سرعة المعالج والكرت والرام، وراح أذكر لكم الأسعار ومن وين تشترون قطعة آخر الفيديو. قبل ما نبدأ اذكر الله وصل على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. نبدأ بكرت الشاشة من AMD RX 6700 XT OC من جيجا بايت 12 جيجا في رام. يتميز هذا الكرت انه مكسور السرعة مصنعيا، وعنده تبريد ممتاز جدا، 3 مراوح وهيتسن كبير، طبعا اخذته مستعمل. المعالج رايزن 5 5600 X. ما يميز هذا المعالج السعر والاداء اللي يعطيك اياه، لانه يجي ب6 انوية ب12 مسار 3700 ويوصل البوست 4600، وراح نكسر سرعة المعالج ارقام قياسية، وراح نجيب بوست عالي جدا على كل الانوية ان شاء الله. طبعا راح نفعل تقنية سام لان عندنا المعالج والكرت يدعمون هذه الميزة. واخذت المعالج من علي اكسبرس شبه جديد، لكن وصل لي اموره طيب. المبرد ايجو من علي اكسبرس، حصلت عليه مدح كثير، واخذت الانابيب 4 مو 2، لان في 2 وفي 4، واكثر شيء المدح تبريده ممتاز مع المعالجات المتوسطة. المذر بورد رحت مع الازروك فانتوم جيمنج 4. تقدم لي كل الاشياء اللي احتاجها من M.2. عندنا فتحتين، واحدة جين 4، وعندنا فتحة الواي فاي وبلوتوث على قطع صغيرة، وعندنا فتحة الرامات، وعندنا اليو اس بي 3 6 منافذ طبعا 3، ومميزات اخرى. الرامات شادو 2 دي دي ار 4 حبتين 16 جيجا 3200، وراح نكسر سرعتهم باذن الله. وراح نركبهم على الدول شانل عشان نستفيد من السرعات العالية، يعني مجموع 32 جيجا بايت. طبعا الرامات عليها مشتت حراري وشكلها جميل جدا ومتناسق مع التجميع. الباور سبلاي اخذته من جيم اون طبعا محلي 650 واط، راح تكفينا وتكفي التجميعة كاملة، امورها طيبة. بسيط وممتاز ويؤدي الغرض اللي محتاجينه منه. 650 واط يعني كافي وزيادة. أحب أذكرك عزيزي المشاهد أنك تضغط على زر اللايك عشان ينتشر هذا الفيديو، وأنك تشترك بالقناة، هذا فضلا منك، بارك الله فيك. طبعا أول شيء نركب المعالج وتأكد من المسنات كاملة وما في أي مشاكل، وبعدها تأكد من السهم الموجود على المعالج والموجود على المذر بورد أن يتوصل بشكل صحيح. بعدها تركب وما عندك أي مشكلة. وهذا المبرد طبعا أخذت الأربع أنابيب لأنه مناسب جدا لهذا المعالج، وفعلا بعد الضغط كانت حرارته جدا ممتازة. لا تنسى تشيل الستيكر هذا وتستخدم معجون حراري جيد، لأن مكس 4 هذا عندي سيء، طلبته من علي اكسبرس وكان سيء جدا. أما جي دي 900 صدق من علي اكسبرس وصيني، لكن أداءه قريب الأصلي الMX 4. تحط كمية معتدلة من المعجون الحراري، طبعا طريقتك الخاصة، شنو الشكل تحبه، وأهم شيء تشيل هذه اللزقة لأن الكثير ينساها وتسبب مشاكل كبيرة بالحرارة. خذ راحتك بالتركيب ولا تستعجل. طبعا ركب الرامات دول شانل، يعني نركب واحد ترك واحد، يعني ما يصير نركبهم جنب بعض عشان نستفاد من السرعة كاملة. فيعني تخلي الثاني والرابع أو الأول والثالث. والحين نركب كرت الشاشة. طبعا استعجلت بتركيب الشاشة عشان أفحص الجهاز وأتأكد من القطعة كلها شغالة قبل أحطها بالكيس. وهذه قطعة الواي فاي والبلوتوث طبعا ممتازة جدا، بس لا تنسى التوصيلات، لأن يجيها توصيلات اللي هي انتينا 2 مع الكيابل اللي توصل عليه. وهذا الاس اس دي M.2 1 تير، راح نحط عليه النظام والبرامج. وهذا البي سي شغلته الحين عشان اجربه هل هو شغال ولا لا، وطلعت المراوح RGB مروحة المبرد، وهذا شغلت عليه النظام. وهذه الشاشة اللي راح نتكلم عليها بعد شوي، وفعلت فيها الريسبونس تايم على الفاست تيست، والجيم مود فعلته كذلك على دائما. ومن اعدادات الشاشة تأكدت الريفرش ريت على السرعة،
وإن الريزولوشن 2K. واخذت الكيس محليا من ايروكول 100 تاور، وممتاز بسعر رخيص جدا ويعطيني كامل الامتيازات اللي احتاجها. وهذه نظرة سريعة للكيس. والحين أبدي تركيب القطع بالكيس. بعد ما ركبت القطع الحين أشغل الجهاز وأجربه، والحمد لله طلع شغال. راح أسكره وأضبط أموره، وإن شاء الله ننتقل للقسم الثاني. قبل أن ننتقل للقسم الثاني حبيت أوريكم شكله بالظلام، وهذا شكله الRGB والألوان. هذه بعض الإكسسوارات اللي طلبتها من الإكسبرس، رخيصة جدا، حصلتها بأسعار رمزية، ولكن ما راح نستخدمها إلا تكون كماليات. هذا الكيبورد اللي شريته اللي هو بلو سويتش، شريته طبعا منحوت عربي من الشركة، شريته بسعر رخيص جدا ممتاز، أخذته محليا. وهذه السماعة بسيطة جدا مؤقتا إلى ما إن شاء الله نشوف بعدين. وصلنا لأهم شيء اللي هي الشاشة اللي هي من سامسونج 2K اللي هي 1440 IPS، فيها HDR، فيها أغلب الامتيازات. طبعا هي شارب جدا وما شاء الله تبارك الله. هذه تجربة بسيطة، طبعا اللي قاعد يشوفه ما راح تشوفونه انتم، لأن اليوتيوب راح يدمر بعض الجودة. فما شاء الله تبارك الله جدا شارب وواضحة، والوانها جدا جميل. ثبت عليه ويندوز 11 برو. تأكدت انه محدث على آخر إصدار. وطبعا التعريف استخدم في هذا البرنامج جميل جدا، يجيب لك آخر التعريف. تأكدت انه كل تحديثات ويندوز نازلة ومضبط وضع. هني قلت بجرب ال SSD M.2، قلت بشوف القراءة والكتابة وصحة ال SSD نفسها، لأنها كانت مستعمل عندي يعني من فترة طويلة، لكن ما شاء الله تبارك الله جودتها طيبة. للعلم هي جيني 3. الحين نروح لكسر السرعة للرامات والمعالج، وهني كسرت المعالج على 4800 على فولت 1.3. رفعت الاكس ام بي حق الرام على 3200 السرعة الأساسية، وحاولت أزود الكسر إلى 3333 على 16 سي ال توقيتات. وفعلت ريسايز بار عشان أفعل ميزة AMD سمارت اكسس ميموري. فعلت الفاست بوت الى الترا فاست عشان يشتغل الكمبيوتر على طول، ما يعني يتاخر بالتشغيل. وحفظت الاعدادات وشغلت الكمبيوتر. بعد رحنا على كسر الكرت، لكن الكرت مكسور مصنعيا، مو محتاج الكرت انك تكسره. فكسرته كسر بسيط، وبعدين أنا ما استفدت منه صراحه لان مكسور. وهني فعلت ميزه سمارت اكسس ميموري. سويت ضغط على المعالج على أقصى شيء عشان نعرف الحرارة راح نوصلها، والكسر مستغر وغير مستغر. وتأكدت أن كل الأنوية مكسورة على 4800، وفعلا الكسر مستغر وأموره طيبة الحمد لله. وبعد فترة وصلت حرارة مناسبة جدا، ما كانت ترتفع درجات عالية، فالكسر كان مستغر جدا. بعدها سويت بنش مارك للكرت على أقصى إعدادات على 2K على أقصى إعدادات. تأكدت أن كل شيء الترا وأمورهم طيبة. بعد ما خلصت البنش مارك تأكدت من الحرارة، تأكدت هل الكسر كان ممتاز. للعلم الكسر ما جاب نتيجة عالية لأنه هو الكرت مكسور مصنعيا، فكانت الأمور جدا مستقرة جدا ممتازة، حرارة جدا طيبة. ما عانيت من حرارة ولا أي شيء، فكانت تجميعة طيبة ولله الحمد. وهذا بعد ما أنجزت جميع المهام والحمد لله. والحين راح نحسب جميع القطع اللي شريناها سواء مستعملة أو جديدة. هذه قائمة بأغلب القطع وأسعار تقريبية. بعض الأشياء شريتها جديدة، وبعض الأشياء شبه جديدة اللي هي مستعملة لكن استعمال خفيف جدا. مثل كرت الشاشة يعني أخذت تقريبا 60 دينار، ما يقارب 200 دولار أمريكي. ومجموع سعر القطعة من غير الشاشة هي 500 دولار. أما مع الشاشة تقريبا 633. هذا أرقام تقريبية. شاكر لك على مشاهدة الفيديو، يعطيك العافية، ودعمنا بهذه القناة حتى نستمر، ويقواكم الله. السلام عليكم.